وكلاوديوس يموت في 13 أكتوبر. السائد تاريخيا إن مراته تستغل إن هو بيحب المشروم فبتحط له سم في المشروم. وفي نفس اليوم نيرون بيبقى الإمبراطور بتاع من الحرس، وبيروح لمجلس الشيوخ ويقول خطاب: أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ الموقرون، إنني أقف أمامكم اليوم وأنا أدرك ثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقي، أن ما دفعني للقبول ليس طموحا شخصيا بل الرغبة في خدمة روما العظيمة. إنني أعدكم أنني لن أكون حاكما مستبدا، بل سأكون خادما للقانون. سأترك خلفي أخطاء سأترك خلفي أخطاء الماضي والأساليب التي كانت تتبع في المحاكمات السرية والاتهامات الباطلة. لن أسمح للمحسوبية أو النفوذ الشخصي بالتدخل في شؤون الدولة، ولن يكون بيتي مكانا للفساد. إننا أعيد لكم يا مجلس الشيوخ كرامتكم وصلاحياتكم القديمة. سأترك لمجلسكم الموقر شؤون إيطاليا والولايات العامة، بينما أفرغ أنا لقيادة الجيش وحماية الحدود الإمبراطورية، وأن قدوتي هو أغسطس العظيم، وهدفي هو تحقيق الرخاء والعدل والرحمة لجميع الرومان. يسيب بقى الراجل اللي بيقول كلمتين في الفاضي ده، وبتبدأ في القدس حركة اسمها طائفة الخناجر المتمردين اليهود باغتيال الرومان، وده أدى للثورة اليهودية الكبرى بعدين. وبس. سلام.